السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث اليوم سويا هنتكلم عن الترابيز. الترابيز دي مش عضله واحده، هي عضله كبيره بس منقسمه لثلاث اجزاء: الابر، لور، ميدل. هنتكلم النهارده عن الابر. والترابيز بتتلعب مع الظهر لو بتلعب عضله واحده، وبتتلعب مع البول لو بتلعب برضو بوش بول ليجز. الترابيز عشان نشغلها الجزء بتاع الابر او اي جزء لازم نعرف الاول حدود العضله بتبدا منين وبتروح فين علشان نشغلها صح. العضله دي بتبدا من الجمجمه وبتنزل للسي 7، بتنزل بالسبع فقرات، بتاخد العضله كده كلها وبتمشي بالعرض تروح تندغم هنا، تقفل هنا في العظمه بتاعه الاكروميون. العظمه دي مع الكلافيكال، الجزء ده اللي هي بتاعه القوه. لما احنا عرفنا حدود العضله هنعرف نشغلها ازاي. وعلشان نشغل العضله بتاعتنا هنشتغل من النهايه للبدايه، يعني هنطلع نودي ده ناحيه الجمجمه هكذا. بس هي دي الحركه اللي فعلا بتتاكتف فيها الترابيز او الجزء الابر بتاعها. هي ممكن تشتغل في حاجه ثانيه، بتشتغل فيه لما بنعمل سيرفايكال اكستنشن هكذا، وبنعمل لاترال، ولا بنعمل روتيشن. دي الاجزاء الثلاثه اللي بتشتغل فيها. ولكن الجزء الرئيسي لو عايز اكتبها هي الاليفيشن للسكابولا، يعني بعمل عمليه رفع للوح الكتف. بنتكلم على كل الجهات عشان بيسمعنا جميع الفئات. نشوف الشغل بقى عملي، يلا بينا ليتس جو. الكاسه بتاعتنا هكذا، وابدا زي ما قلت هودي العظمه اطلعها لفوق، هنزل اهو اطلع العظمه لفوق. طيب ابتدى الريست يشتغل معايا او يطلع يتني معايا، دي بتبقى حركه لا اراديه، يعني ملهاش لازمه. مش لما هعمل كده الباي هتشتغل وتتاكتف او عضلات الفور ارم هتشتغل معاك بشكل كبير، لا يا رجل. الفكره كلها انا عملت رفع للسكابولا للوح الكتف، فاستهدفت معايا عضلات الترابيز. يلا بينا. وبكده يكون انتهى الفيديو الخاص بنا. شفنا الحركه عامله ازاي، الراس ثابته، ايدي بتطلع بتنزل او كتفي بيطلع بينزل. فقط لايك وشير عشان تفيد غيرك. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا